ألا تعتقد تركيا ألا تتبنى موقفا يقول إن هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية؟ لا، الحكومة التركية لا تذكر دعم لا هي ولا لا تصرح هي ألا تعترف هو حقيقة سؤال استفساري استعلامي تماما يعني سيد شوال. تركيا موقفها المعلن بأنها تصنف هيئة تحرير الشام على أنها جماعة إرهابية، هذا التصنيف التركي. أنا فقط بسأل عن يعني التباين بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما يقول إنه نحن ندعم المعارضة السورية وما إلى ذلك. هل تحولت هيئة تحرير الشام من جماعة إرهابية مصنفة على القائمة التركية إلى جماعة معارضة على الأرض؟ عمليا نعم، بشكل عملي نعم. في القانون وفي الإعلام في سنة 2018 قالوا مجموعة إرهابية، حتى يوم أمس صادروا بعض أموالهم في تركيا، لكن بشكل عام يأخذون القضية أن المعارضة المسلحة السورية أو الشعب السوري هنا يقول عمليا الدعم السياسي واضح جدا والانتقادات موجهة إلى بشار الأسد ونظامه، ولا يقولون أن حكومة دمشق تحارب المجموعات الإرهابية، يقولون القوات الشعبية أو مثلا تركيا الآن ترى قوات قسد وحزب الأمة الكردستاني الإرهابي هم الإرهابيين فقط، لكن المجموعات العربية مجموعة إدلب بشكل عام الآن دعم سياسي واضح جدا بالنسبة لهذه المجموعة.